السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشا مريتينات روشة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. احنا النهاردة هنعمل البوب كورن تشيكن او فشار الفراخ. بيبقى حلو جدا ومسلي وبيتباع في المطاعم بره، بيبقى غالي قوي. انا هنا معايا، بصوا الطريقة بقى سهلة وجميلة. معايا نص كيلو صدور فراخ، ممكن من الوراك من الصدور اي حاجة، بتقطعيها مكعبات صغيرة جدا. والبهارات اللي معايا بقى بصل باودر، توم باودر. لو ما عنديش توم باودر بتحطي توم عادي زي كده. انا ما كانش عندي، حطيت التوم مفروم عادي. ملح وفلفل اسود وبابريكا وسبع بهارات ومعلقه جنزبيل. وهنا بقى بنجيب بوله ونحط فيها، نفضي فيها كوبايه الزبادي. على فكرة بيبقى زي طالع كده، هوريكم الطريقة اللي هيتقلي بيها. والخلطة بيبقى طالع، بيبقى شبه الفشار، عشان كده سموه بوب كورن تشيكن. بيبقى فعلا طالع، بيبقى شكل الفشار بالظبط. وانا هنا بخفف الزبادي بربع كوباية مية، مش كتير يعني، حوالي ربع كوباية بالظبط، لان انا مش عايزة الخلطة تبقى تقيلة. وهنبدأ ننزل بالبهارات بتاعتنا كلها بقى اللي قلتلكوا عليها. ونفضل نقلب في الخلطة. ونعصر عليها نص ليمونة بالظبط، بنعصر نص ليمونة بالظبط. وهنبدأ بقى بعد ما نقلبها ندمج كل المكونات في بعض. نبدأ نحط بقى الفراخ اللي انا مقطعاها مكعبات جوه التتبيلة دي. انا هنا لقيت ان هي برضو عايزة تخف شوية، وحطيت لها شوية مية برضو، قلبتها لحد ما تبقى معاكي بالسمك ده، ما تبقاش تقيلة قوي. هننزل بقى بمكعبات الفراخ كلها. وطبعا لو عايزة تبيتيها ليلة كاملة في التلاجة مفيش مشكلة، بس انا عشان عملتها في نفس اليوم يدوبك قعدتها ما كملتش يعني ساعة. بس كل ما تقعد في التتبيلة كل ما يبقى افضل طبعا. اهو لازم التتبيلة تبقى مغطياها كلها كده. ونغطيها بقى بالغطا بتاعها ونركنها بقى على ما نعمل اي حاجة. وهنا بقى دي الخلطة اللي هنقليها فيها. هنا ده دقيق وعليه نفس البهارات، ملح فلفل اسود جنزبيل بصل البودر بابريكا، نفس البهارات. وهنضيف له هنا بقى الدقيق، هنحط حوالي معلقتين نشا بالظبط، معلقتين كبار. النشا هي اللي بتخليه مقرمش من بره وهيبقى من جوه طري. وانا هنا ضفت معلقتين بقسماط، معلقتين بقسماط مفرومين. ونقلب بقى كل المكونات دي على بعض. وهنا اهو انا سبته حوالي هنا ساعة. نبدأ بقى هننزل بيه في الخلطة بتاعت الدقيق دي الاول. طبعا احنا مش هنقعد بقى نعمل ايه واحدة واحدة، هنمسك كمية محترمة ونقعد نعملها، بس خلي بالك وانتي بتنزليه جوه الزيت يبقى كل واحدة بوحدتها. وهنا المية دي لازم تبقى مية ساقعة متلجة. الازازة دي كانت تلج عندي، وتحطي في طبق مية ساقعة. وبعد ما نحطه في الدقيق كده، بصي الطريقة دي هي اللي بتخليه يبقى من بره عامل الشكل الغلاف بتاعه اللي بيبقى كرمش ده. هنشيلها من الدقيق، يا دوبك نبلها كده في المية الساقعة ونرجع نحطها في الدقيق تاني. ولو حابة تكتري من الطبقة بتاعته كرري الموضوع ده كذا مرة، بس انا حطيته مرة واحدة، هو حلو مرة واحدة. اهو نقعد نعمل كده. دول انا كنت بلاهم قبل كده في المية الساقعة،
وهو نحط في المية الساقعة يا دوبك كده ونقوم مطلعينه على دقيق تاني. هنقعد بقى نعمل ايوه بصوا بقى ايه اهم حاجة اللفة دي اللي بنعملها جوه الدقيق، ان انتي تقعدي تعمليه كده. طبعا انا ايدي غسلاها ومعقماها كويس اهو. خلصنا الكمية بقى بالشكل ده، وتعالوا بقى نكون حاطين زيت على النار. انا حطاه من قبليها عشان يكون قدح كويس اهو. بجد طعمه جميل جدا، وينفع تعمليه في عيد ميلاد في اي مناسبة عندك، هيبقى لذيذ وشكله حلو قوي. يعني شكل وطعم، هتشوفوا شكله هيبقى طالع عامل ازاي، هيبقى شكل وطعم جنان. ونبدأ اهو زي ما قلت لكم نحط الواحدة بوحدتها، عشان لو حطيناهم على بعض هيلزقوا كلهم ويبقوا قطعة واحدة اهو. شايفين شكله اهو لما خد اللون ده. بصوا زي ما قلت لكم الكرمشه اللي بره دي لما نقعد نقلبه كده في الدقيق، وفعلا طلع اهو شبه البوب كورن بالظبط اهو. وخلص البوب كورن بتاعنا، بجد كان طعمه حلو قوي والولاد انبسطوا بيه. وانا كنت عامله لكل واحد طبق بقى يقعد يتسلى ياكلوا جنب الاكل براحته. بصوا الغلاف عامل ازاي لما قطمت منه مستوي وجميل جدا من جوه. بجد جربوه هيعجبكم جدا وهيعجب الولاد قوي اهو. انا كنت حاطه لكل واحد في الطبق، وانا عملته هنا عملته جنب مكرونه اسباجيتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.